بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في فيديوهين سابقين ازاي احل مشكلة السرعة النسبية وقوانينها. الفيديو ده هنحل اهم المسائل المقالية للسرعة النسبية. السؤال الاول عندي بيقول ايه؟ متى يحدث تكون السرعة النسبية أقل من السرعات الفعلية؟ هنا مفتاح الإجابة عندي أقل. مادام أقل يبقى أنا هنا بعمل عملية طرح، لأن الحاجة ما بتقلش إلا إذا طرحتها. طيب نرجع للمخطط بتاعي. شايفين الطرح هنا فين؟ أهو بطرح السرعة النسبية من السرعة الفعلية. يبقى هنشوف إزاي هنتبع المخطط. هنا هو شايف بيقول إيه؟ السرعة النسبية أقل من السرعة الفعلية. إمتى؟ هنرجع بقى نشوف إزاي هنجاوب. المراقب متحرك في نفس الاتجاه بسرعة مختلفة. يبقى الإجابة هتكون عندما يكون المراقب متحرك في نفس الاتجاه بسرعة مختلفة. السؤال الثاني: متى تتساوى السرعة الفعلية لجسم متحرك مع سرعته النسبية؟ نرجع هنا عندي نشوف المخطط بتاعنا بيقول ايه. شايفين متى تكون السرعة النسبية مساوية للسرعة الفعلية؟ لما يكون ايه؟ ساكن. مين هو اللي ساكن؟ المراقب. يبقى الإجابة عندي هنا هنكتب ايه؟ عندما يكون المراقب ساكن. ناخد السؤال اللي وراه: متى تكون السرعة النسبية أكبر من سرعته الفعلية؟ مفتاح الإجابة كلمة أكبر. أكبر يعني أنا بجمع. شايفين؟ إمتى بجمع؟ أهو شايفين السؤال مكتوب إيه؟ متى تكون السرعة النسبية أكبر من السرعة الفعلية؟ هنقول إيه؟ عندما يكون المراقب متحرك عكس الاتجاه بسرعة مختلفة. يبقى الإجابة عندما يكون المراقب متحرك في عكس الاتجاه بسرعة مختلفة. نشوف السؤال اللي وراه: متى تكون السرعة النسبية لسيارة متحركة بالنسبة للمراقب تساوي صفر؟ مفتاح الإجابة صفر. صفر يعني قلت. أهو شايفين قل يعني أنا طرحت. طيب نجاوب السؤال ده إزاي؟ هنقول عندما يكون المراقب متحرك في نفس الاتجاه بنفس السرعة. تتكتب بالطريقة دي الإجابة. طيب عندما هو نقول يكون المراقب متحرك في نفس الاتجاه بنفس السرعة. هسيب لكم السؤال ده انتوا تحلوه. متى تكون السرعة النسبية ضعف السرعة الفعلية؟ مفتاح الإجابة هنا عندكم ايه؟ كلمة ضعف. ضعف يعني زودنا. يلا انتوا كملوا الحل ان شاء الله تكون فهمنا. شكرا لكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.